بس شوف يا أخي، شوف، مش هرد لك على دي عشان ما تضيعش وقت. شوف، أنا الكلام اللي قلته كلام يعني واخد بالي من كل حرف فيه، وهقول لكم إيه الكلام اللي أنا قلته وتقدروا ترجعوا للكتاب. قال لي إيه رأيك؟ السؤال بالنص كده: ما رأيك في تطبيق الشريعة الإسلامية وفي رأي نيافة الأنبا غريغوريوس إنها لو طبقت هتضيع حقوق الأقباط؟ ده نص السؤال بالحرف. فأنا ما جبتش سيرة لرأي الأنبا غريغوريوس، لكن أثناء الكلام أثبتت هذا الرأي. فقلت له كلمة الشريعة الإسلامية كلمة عمومية بتطلق ولا يعرف الناس ما هو محتواها، ولا يعرف الناس إيه ما هو محتواها. فمفروض أنكم تقولوا ما هو المحتوى. يعني مثلا ما رأي الشريعة الإسلامية في الربا وفوائد البنوك؟ ما هو المسلمين بيختلفوا مع بعض في دي. ما رأي الشريعة الإسلامية في الفن، في الغناء؟ المسلمين بيختلفوا في دي. ما رأي الشريعة الإسلامية في المرأة؟ وهل المرأة تبقى حبيسة في البيت ولا تخرج تشتغل؟ في ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده. ما احنا عايزين نعرف ما هي الشريعة الإسلامية. لغاية دلوقتي اللي قلت لهم طبقوا ولا ما تطبقوش. طيب، بس هو غيظه الكلام فما دخلش فيه. وبعدين قلت له في نقطة تانية عايز أقولها لك في الشريعة الإسلامية. ما رأيك في معنى كلمة الكفر في الإسلام؟ لأن في ناس يحكمون على غيرهم بالكفر إذا اختلفوا معهم في الرأي، حتى لو كان في أمور لا علاقة لها بالإيمان، ويحكموا بكفر شخص مسلم زيهم ويقولوا كافر لأنه ما اتفقش معهم في الرأي. فما تقولوا لنا يعني الكفر ده. والأمير اللي يؤمر حتى لو قال له واحد يقتل انهب ينهب. ما سلطة الأمير في الشريعة الإسلامية؟ أنا قابلت أحد أصدقائي من أساتذة كلية حقوق قال لي ما فيش حاجة اسمها أمير. قلت له طب ما يا ريت أنت أستاذ في كلية الحقوق تخلي واحد من تلامذتك ياخد ماجستير أو دكتوراه في حكاية الأمير دي ويقول لنا رأيه. فإحنا عايزين نعرف إيه محتوى الشريعة الإسلامية من جوه. لكن كلمة شريعة الإسلامية كده بدون تفسير ما الناس مش عارفين. وخش في تفاصيل النقطة دي. لغاية دلوقتي أنا قلت الأغلبية ما تطبقش، ما قلتش. أنا قلت بس قولوا لنا يا جماعة إيه الشريعة دي تطلع إيه، وكل واحد بيقول رأي. وقلت يهمنا إن تكون في قواعد معروفة، مش أي واحد يفسر يبقى هو ده اللي بيمثل للشريعة. خلصت من النقطة دي؟ خلصت. النقطة اللي بعدين قلت لهم أما موقف الأقباط من الشريعة فيتلخص في عبارة واحدة: إذا طبقت الشريعة كيف سيعامل الأقباط؟ هل سيعاملون كمواطنين لهم كل حقوق المواطنة، أم يعاملون كأهل كتاب أو أهل ذمة، أم يعاملون كمستأمنين، أم يعاملون ككفار؟ وكل بند من دول له باب طويل في الشريعة، واخدين بالكم؟ فهيعاملوا ازاي؟ فمثلا هل الشريعة تسمح بأن القبط يشهد في المحكمة ولا لا تقبل شهادته؟ هل الشريعة تسمح بأن القبط يبقى قاضي ولا لا يقبل ده؟ هم طبعا يقولوا لا. ده الكلام اللي أنا قلته. لغاية دلوقتي أنا ما قلت لهمش تطبقوا ولا ما تطبقوش، أنا بقول بس. قلت لهم يكفيني بند واحد في الشريعة بس ضيعنا خالص، وهو لا ولاية لغير مسلم على مسلم. لا ولاية يعني لا رئاسة، يعني معناها القبط مش ممكن يبقى حتى ولا شيخ غفر ولا بواب، لأن البواب له ولاية على الباب. له ولاية، مش له ولاية على الولاية اللي بيخشوا جوه، لا. ولاية له رئاسة يعني بيسمح بأن واحد يخش أو واحد ما يخش، فله ولاية. فقلت له يبقى بالشكل ده
بالشكل ده معناها ان مش ممكن ابدا مسيحي هيبقى في اي موقف رئاسي ايا كان. يبقى دي برضو مشت فكرة الأنبا غريغوريوس. بس أنا ما بقولش أو لا، بحلل الموضوع لغاية لما نوصل لنفس النقطة. وبعدين قلت له ما رأيك إن حكاية لا ولاية لغير مسلم على مسلم دخلت في الأوقاف بتاعتها، فالناس كانوا بيقولوا الوقف ده يكون مثلا على الدير الفلاني على رهبان أكلهم شربهم لبسهم تعليمهم الضيوف المباني إلى آخره، وإن بقي فائض يكون له وجهات البر. يجي يقولوا ما دام كلمة وجهات بر عمومية لم تحدد يبقى المسلم له فيها نصيب. ما دام المسلم له فيها نصيب يبقى لا ولاية لغير مسلم على مسلم، ويبقى ياخدوا الوقت. وبعدين نقول لهم، يقول له طيب إذا كانوا الأقباط محتاجين يجوا يطلبوا مننا في وزارة الأوقاف. قلت لهم كلام إيه ده الحكاية دي هتخلي ولا مسيحي يوقف وقف، ونوقف وقف يقول لفقراء الأقباط الأرثوذكس فقط لا غير، وإلا هيضيع منه الوقت. أكمن آبائنا كانوا عندهم سماحة وقالوا ممكن إن ندي لكل حد قمت روح أوقفنا. أدي الكلام اللي أنا قلته، ولا قلت أنا ضد الأغلبية ولا مع الأغلبية. أنا مسكت الموضوع وقعدت أحلله وسبته محالة. وليه عملت كده؟ لأني لما بقيت صامتا مدة بصيت لقيت كلام بيجي في الجرائد، ومن ضمن اللي صرح بدي صوفي أبو طالب نفسه اللي أنا ناقشته مناقشة قوية سنة 78 يقول البابا شنودة موافق على تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. يقول لي الطريقة الإيجابية هو، معلش أنا سايب له هو يقول الطريقة الإيجابية. الحكاية دي أكتر نقطة بتغصه، والمسألة دي أنا ما قلتهاش النهاردة بس، ده بتاع جريدة الأمة زمان من قيمة 4 سنين طلب مني مقال وحطوه في الصفحة الأخيرة صفحة كاملة، وقال لي إيه رأيك في تطبيق الشريعة؟ قلت له بس قول لي في الأول إيه هو تطبيق الشريعة؟ الشريعة دي جواها إيه؟ دي كلمة عمومية مش فاهمينها، قول لنا جواها إيه؟ يعني إيه الشريعة؟ ما موقف الشريعة من المرأة؟ ده حصل إن نوال السعداوي عملت مؤتمر مرة للمرأة وقالت من التوصيات، قالت يعني لو طبقوا الشريعة هيرجع نظام الجواري والمحظيات زي ما كان زمان. حقوق المرأة كان موجود أيام هارون الرشيد وأيام الدولة الفاطمية، جواري كان جواري كتير. ما ملكت يمينك أو ما ملك إيمانك، يعني اللي تملكه دي تبقى جارية. بس الجواري ما لهمش حق إنهم يرثوا مع الزوجة الشرعية، لكن ممكن الواحد يكون له جواري كثيرة. فأنا دخلت دي برضو في المقال، قلت لهم ما هو الناس بتوع المرأة بيقولوا مرة حدث مؤتمر وقالوا فيه، بس احنا مش عارفين ايه الشريعة يا جماعة. معلش خلي الكلام ده كلام صريح واضح.